تخيل تبقى على بعد خطوه واحده وتبقى قريب العائله الحاكمه البريطانيه، وعشان العائله الحاكمه مش راضيه عنك ومش راضيه عن الاصول اللي انت منها، في نفس الوقت الاميره بتحبك، ما يتبقاش قدامهم غير طريق واحد بس، وهم انهم يقتلوا ابنك. ده في سبيل ان هم يبعدوا ابنك عن حب حياته اللي هي الاميره ديانا. طبعا هتقولي اكيد مش واحد عربي اللي كان هيبقى قريب من العائله الحاكمه ده. احب اقول لك ان الشخص ده ابن الملياردير المصري محمد الفايد. القصه تبدا بعد ما رجع عماد الفايد والاميره ديانا من رحلتهم في جزيره من جزر فرنسا. هم راجعين على المطار يركبوا عربيتهم المرسيدس في 30 اغسطس سنه 1997. وطبعا بما انها اميره وهو ابن رجل اعمال مشهور، كانوا المصورين وراهم في كل حته. هنا عشان يهرب السواق بتاعهم من المصورين جري بالعربيه على اقصى سرعه. بعد اقل من 5 دقايق من الصوره دي العربيه بتاعتهم تدخل في حيطان النفق تحت جسر الفرنسا. بعد ما تيجي الاسعاف والدكاتره يشوفوا يقدروا ينقذوا ايه ولا مين، اعلن الدكاتره اخيرا ان كل اللي في العربيه مات، والوحيد اللي طلع من الحادثه سليم هو تريفور ريز. ده كان الحارس الشخصي لعماد الفايد. ويعدي اسبوع والتاني عشان بعد ما يفوق في المستشفى يطلع ويقول ان اخر حاجه فاكرها ان هو ركب العربيه